خلاص احنا ولا هنقليه ولا هنشويه، بطريقة صحية كده هنعمل احلى سمك ممكن تاكلوه، ومن غير قلي بقى ولا زيت ولا شوي ولا دخان ولا كل الحاجات دي. هنعمل النهاردة معانا السمك البلطي النهاردة بطريقة صحية جدا وجميلة ولذيذة وبتتبيلة حلوة قوي. اتمنى كده الفيديو يعجبكم، بس قبل اي حاجة وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناة من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كده كل فيديو بنزله. واكتبوا لي بقى في الكومنتات طريقة السمك بتاعتي عجبتكم ولا لا، وانتوا ايه اكلات السمك اللي ممكن ترشحوها لي تكون صحية برضو. احنا بقى شاطرين وبنعمل دايت، فعايزين كل الاكلات الصحية الايام دي. عملت كده بقى، اول حاجة كان السمك معايا مغسول وكل حاجة. بدأت بقى ان انا كنت مبدراه كده بالدقيق، غسلت واحدة واحدة كويس جدا، شايفين قلبه نضيف وكل حاجة كان زي الفل. انا عايزة اقول لكم ان انا اول مرة في حياتي اغسل سمك، واول مرة في حياتي ادخل السمك بيتي اصلا. انا جوزي ما بيحبش السمك، وتقريبا ابني كمان طالع زيه ما بيحبوش، فانا الوحيدة اللي باكله. كنت باكله يا اما عند ماما يا اما عند حماتي يا اما عند حد من اخواتي زي الايام اللي فاتت كده. لكن بقى تيتا الايام اللي فاتت دي جابت لي السمك وقالت لي لا، لازم بقى انتي بتعملي دايت بقى والحاجات الصحية دي، فلازم تاكلي سمك الايام دي. جابتهولي كده ونضفته خليته زي الفل. كان الموضوع صعب شوية عليا في الاول كده، ان انا قرفت يعني شوية، لكن بجد يعني بعد الحاجة ما بتنضف والواحد كده بيشوفها نظيفة، لا خلاص نفسيته بترتاح. السمكة دي كانت صغنونة قوي، وكنت زعلانة عليها كده وانا بعملها. انا لغاية دلوقتي مش قادرة اكلها، انا شايلاهم يعني، انا ما عملتش السمك كله، لكن السمكية الصغنونة دي كانت صعبانة عليا قوي وانا بنضفها وانا بشيلها وكل حاجة. المهم غسلت كده السمك كويس، وبعد كده عملته بالدقيق، وحطيت بقى في المية اللي على جنب دي، سبته يتنقع فيها 10 دقايق. حطيت فيها خل وحطيت فيها ليمون وحطيت فيها ملح، خل وليمون وملح، وسبتهم بقى 10 دقايق كده في المحلول ده. بعد ما سبتهم بينزلوا برضو لو اي حاجة فيهم، وبتدي كده ريحة النظافة، خلاص ان انتي تبقي مطمنة ان كل حاجتك تمام. بقيت بقى كده بايديا برضو بغسل كل واحدة من جوه كده عشان اتأكد. كان عندي وسواس كده ان انا خايفة يبقى زفر يعني، فبقيت كل شوية اعيد على غسل الحاجة. طلعتهم من المحلول اللي كانوا فيه وبرضو غسلتهم تاني. غسلت كده واحدة واحدة تاني كويس جدا، وحطيتها بقى في المصفى كده علشان تتصفى، علشان اقدر ان انا افرزها او اقدر ان انا اشتغل بيها. لازم تكون متصفية كويس جدا من المية. وقولولي بقى في الكومنتات انتوا كمان بتحبوا السمك ولا لأ. والمفروض السمك ده والله من الاكلات الجميلة اللي احنا اساسا ناكلها كل اسبوع او كل اسبوعين. صحية جدا في كل حاجة، وصحية لولادنا. بس انا معرفش البوبي مودي ده مش راضي ياكلها ليه. كل معايا كده لقمتين 3 وملوش فيها يعني، مش عارفة، عامل زي بابا بالظبط. قولي بقى بتحبوا انهي سمك، وتحبوا المشوي ولا المقلي، ولا هتحبوا بقى الطريقة الاكتر الصحية اللي انا هعملها دي. فيلا بقى نشوف احنا هنعمل ايه التتبيلة بتاعته. انا بصراحة كنت هاكل لوحدي وانا عارفة ان انا هاكل لوحدي، فعملت سمكية واحدة وتيتا كانت جايبالي السمك اصلا كبير يعني. السمك اللي انا وريته لكم ده كان 2 كيلو تقريبا. فالسمكية كبيرة، السمكية يعني نص كيلو ولا حاجة. فانا اكيد يعني كتير عليا. المهم اخدت كده سمكية واحدة حلوة قوي كده ليا. حطيت بقى في الكبة بتاعتي الثوم، وحطيت فلفل اخضر، حطيت فلفل برضو الوان كده احمر. لو عندكم اصفر حطوا، ما عندكوش فلفل ما تحطوش خالص يعني، براحتكم. الحاجات دي يعني بتبقى نكهات زيادة للأكلة يعني، مش حاجات أساسية. الأساسي في أي سمك
هو طبعا التوم يعني، لكن الحاجات الاضافات دي حاجات من عندكم. حطيت كمان مع التتبيله دي، حطيت طماطمايه وهبدأ بقى، وحطيت بصلايه يعني توم وبصل وفلفل اخضر وفلفل احمر، وضربتهم بقى مع بعض. كانت تتبيله يعني تتاكل لوحدها كده، والله العظيم كان طعمها وريحتها كده حاجه تانية خالص. ضربتهم كده كويس، وهبدأ بقى انزلهم كده، احطهم في طبق علشان احط عليهم التوابل بتاعتي. من كام يوم بقى نزلت لكم كده السمك المقلي بطريقة اختي يعني، واديني اهو بنزل لكم السمك بطريقة صحية، فمش حرمكم من حاجة. في الخلطة كده اللي احنا عملناها في الكبة، حطيت عليها خل وحطيت عليها ملح وحطيت عليها حاجة بسيطة خالص من الفلفل الاسود، ومعلقة كمون كبيرة محترمة، ومعلقة كده برضو صغيرة من الكزبرة. زي ما اتفقنا ان السمك اساسي فيه التوم والكمون والليمون بس كده. كل الحاجات التانية دي اضافات كده يعني للنكهة الزيادة مش اكتر. هنا كده كنت خلاص بحط الليمونة يعني بتاعتي. الليمونة كانت كبيرة قوي، فحطيت نصها في التتبيلة، وهحط نص التاني يعني عليها كده من بره. كده تبقى التتبيلة بتاعتي خلصت. كنت بفكر اعمله مشوي ولا اعمله في الفرن، لغاية ما استقريت على الطريقة دي. هبقى اعمل بقى، انا لسه عندي سمك تاني جوه، هبقى اعمل السمك التاني ده بقى مشوي المرة الجاية. جيت كده في الصينية بتاعتي، خلاص انا قررت ان انا يعني عايزة انجز في الوقت، فانا مش هعمل سلطة. فقلت خلاص كل الحاجات اللي انا هحطها دي تبقى كمان من ضمن السلطة بتاعتي، وانجز في الوقت بقى. لان انتوا عارفين ان انا بحب اكل دايما السمك لازم تبقى جنبيه سلطة او طحينة او اي حاجة. فانا مش هاكل طحينة علشان الطحينة مش صحية طبعا في الوصفة الصحية الجميلة اللي احنا عاملينها دي. فانا قررت ان انا خلاص هاكل السلطة، وقررت ان انا هعملها مع السمك على طول، تاخد كده الشوي السمك، ومش هعمل يعني سلطة خارجية. فقطعت كمية خضار حلوة كده، فلفل اخضر واحمر وبصل، وهقطع كمان طماطمايه واحدة يعني. بجد الحاجات دي هي اللي اكلتني مع السمكة كده. انا كمان كلت السمكة دي اصلا بشوكة يعني، انا ما كلتش بعيش ولا حاجة، فكانت الحاجات دي بتساعدني ان انا اكلها. حطيت بقى كل الخضار بتاعي كده في الصينية من تحت، وهحط عليه دلوقتي التوابل بتاعتي، الكمون وحاجة بسيطة من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود مش اساسي يعني في السمك، بس انا قلت خلاص العلبة يعني بتاعته محطوطة جنبي، عيب يعني. وعصرت كده ليمون. وبعد ما عملت ده كله يعني قلت طب ليه؟ طب ما هي التتبيلة كانت جنبي، طب ما كنت حطيت من التتبيلة على طول بدل ما انا اتعب نفسي بالكلام ده كله. فمش مشكلة، هحط تاني برضو معلقة كده من التتبيلة. هجيب بقى كده السمكية بتاعتي، وبالسكينة هبدأ ان انا اعمل لها كده فتحات علشان كل التتبيلة اضمن كده ان هي دخلت جواها. انا هنا كنت بنشفها كويس عشان ما يبقاش فيها اي مية يعني او اي سوائل بس. عملت لها يعني الفتحات دي كده علشان اضمن ان التتبيلة كلها كده تتشربها وتبقى جواها. تبلتها بقى كده كويس جدا. يعني انا بحب الدقة او التتبيلة دي تبقى مليانة بصراحة. ما بحبش السمك اللي اكله وتبقى التوم فيه كده قليل، او لا، ايه، أنا مش هاكل الكلام ده.
بصوا كده بيرفكت. حطيت كل حاجة وبدأت بقى احط خضار من فوق وخضار من تحت بقى، وظبطت الصينية بتاعتي. احلى اكلة سمك بجد ممكن تاكلوها. ما حطيتش عليها اي زيت ولا اي حاجة. هنا كده كانت السمكية بتاعتي خلاص خلصت، دخلتها الفرن وطلعت بألف هنا وشفا. بصوا والله مش قادرة اقول لكم، ريحتها كانت قلب الشقة، كنت حاسة ان انا قاعدة كده في مطعم سمك. بصوا انا ما حطيتلهاش اي نوع زيت خالص، او اي دهون عموما. يعني في الوصفة عبارة عن خضار والسمكة متبلة وفي الفرن فقط، ما حطيت لهاش اي زيت خالص. لكن انتوا ممكن يعني لو عاملينها عادي، يعني مش حاجة صحية قوي زي ما انا عاملاها كده، او ممكن على فكرة حتى لو صحي ممكن تحطوا كده رشة من زيت الزيتون فوق الوش او الكلام ده، تديكوا لمعة حلوة. لكن انا ما حسيت ان انا مش محتاجة بصراحة. انتوا بقى لو عاملينها لاشخاص عادية برضو حطوا رشة كده من الزيت فوق الوش، تدي لمعة حلوة للسمكة وتبقى لذيذة يعني. بس دي بصوا من كتر ما هي مستوية، انا عايزة اقولكوا في حتة كده من عند الراس يعني وقعت من كتر ما هي استوت كويس. وما كملتش اي حاجة في الفرن على فكرة، حطيتها على فرن كويس عالي، بعد كده فتحت عليها الشواية حاجة بسيطة. ما كملتش والله تقريبا ربع ساعة اصلا يعني. انا مش فاكرة الوقت قوي، بس انا حاسة ان هي ما كملتش ربع ساعة وطلعتها وكانت زي الفل. كانت طرية جدا، هتشوفوا دلوقتي وانا باكلها كده بالشوكة. جميلة، لازم تجربوها. قطعت كده خيارية بقى جنبها علشان احس ان انا باكل حاجة جنبها برضو. بس بجد الخضار اللي كان معاها اصلا غناني عن اي حاجة. شايفين بقى اول ما عملتها اصلا الشوكة اتفصلت ازاي، مستوية جدا وزي الفل. كده هنكون احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. متنسوش الاشتراك في القناة من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، ولايك للفيديو ده لو عجبتكم طريقتي كده للسمك. اكتبولي كومنت علشان تشجعوني، وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو بنزله. باي باي.